على سبيل المثال ذاك اليوم طلبت من فقيه فر بالباسكل، مجرد فر بالباسكل ما رضى يعطيني، يقول لي شنو يابا طلايبك هواية بالسوق، وذاك اليوم على اساس نسوي له طلابة قديمة كلش قديمة. شنو هي؟ انا اسولف لك السالفة. لعبنا دومنا بالقهوة، صاحبي سوى ربط وبيده 27 قبت عدل الله، قمتنا على والدي وقبنته، ويقول لي انه يعقوب بالمناظرة طلعك كسر. شنو اول سؤال كان لليعقوبي انه اثبت وجود الخالق، اثبت وجود الخالق. انا ايش قلت له؟ قلت له اذا الطبيعة خلقتنا ليش العالم يقولوا لي الله يطيح حظك؟ اذا الطبيعة خلقتنا يقولوا الطبيعة تطيح حظك. زين، هسه عوفنا من هاي السالفة كلها. يا هل يعرف واحد يبيع عرق زين بالمنطقة، بس اللي ارجون لا تفهمون، لا تروحون بذاك الرأي، لا تفهمون غلط. اريد اروح له وانهى عن المنكر، حتى اذا يوميا هم اروح له. واذا اكو بيت بعد مالك حاب قلوا لي حتى اروح لهم، واذا اقتضى الامر ابات لاقناع البنات بالتوبة. اريد اقول لكم شغلة، اذا تجمعوا لي 5 اوراق السهل وياكم حيل، وحلل لكم شغلات انا يمي ما لكم علاقة لا بذاك ولا بذاك. انا حلل لكم شغلات هواية كلش بالصلاة، واسوي مثل الصلاة يوم واحد بالاسبوع، يوم واحد هذا كل الاسبوع بس يوم واحد، واقلل لكم عدد الركعات، بس ما اريد الحكي يوصل للصرخي. تدري ليش؟ لان يظل يسوي شغلات بس على العناد. قبل فترة جمعوا له ورقة وظلوا يقولون وقفه. اما عن ممارسة الجنس مع الحيوانات فالصرخي اول مرجع حلل الجنس مع الحمير. لماذا؟ لان بعدين تأكدنا انه يا جماعة مطينة كم فلس وحلل هاي الشغلة. نرجع لها. ممارسة الجنس مع الحمير هي شغلة من تتنوع لها حرام جدا، بس انه راح للحوزة ما اقنعاهم، والصراحة ما اقنعاهم، بس سواله لعبة منا. انا حكيته قلت له ولك عيب شنو السالفة هاي؟ قال انه اذا واحد مضطر وما ادري شنو هي والاضطرار، واذا تقية يسوي هنج. انا حاكيته والله شخصيا حاكيته. زين انتم ما مصدقيني شنو انا حاكيته؟ شوف هذا قام خل قهوة، ولكم اذا ما عاجبكم الحكي مرت الثانية ترى افلشكم والله. انا لا مسودا ولا اكسر رجلي، والله اكسر رجلي. قواوي محترمكم وحاطكم صاكم هذا هم خل قهوة هم قام. والله العظيم بعد اللي يطب للجامعة وما يدفع فلوس اختئنيك مطاي. شنو اللغوة هاي؟ محترمكم صار ساعة ما طرت عليكم، ما عجبكم انتم مطمط يلا طلعوا برا. زين لولا صار ساعة لا تخلوني اظل اتشنفص بالحكي. جيبوا لي واحد